حسام حسن في صحفي بيسأله في المؤتمر الصحفي بيقول له ليه ما خدتش حد من الزمالك وليه ما فيش لعيبه من الزمالك لعبت ماتش نيوزيلندا. فحسام حسن رد على طول قال ان انا مش هجامل اي لاعب على حساب مصر. برافو يا حسام يا حسن، وطنيه تحسد عليها، مصر هي رقم واحد. وهنا عايز اسالك سؤال وجاوبنا عليه. لما خدت اكرم توفيق اللي مش اساسي في النادي الاهلي، دي مش مجامله للنادي الاهلي وجاملته على حساب مصر؟ لما خدت احمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الاهلي المصاب اللي ما بيلعبش بقاله فتره كبيره في النادي الاهلي، دي مش مجامله للاهلي على حساب مصر؟ رد على السؤالين دول بس، مش هسألك غير على الاثنين لعيبه دول. مش هكلمك بقى على محمد هاني ومستواه التعبان كويس وانت واخده برضه باك يمين عافيه، مش هتكلم عليهم. لكن اللعيبه دول اكرم توفيق واحمد نبيل كوكا. طيب هسألك سؤال تاني، هل لو انت خدت احمد فتوح يبقى انت كده بتجامل الزمالك على حساب مصر؟ احمد فتوح افضل باك شمال في مصر، رد عليا. هل فتوح ما يستحقش ينضم لمنتخب مصر؟ انت عندك مشكله في الباك اليمين، ليه ما خدتش عمر جابر من الزمالك او محمد كمال عبد الواحد من الاهلي؟ ليه؟ دي مش بتجاملهم على حساب مصر؟ ليه ما خدتش دونجا وسط ملعب نادي الزمالك اللي بيقدم افضل اداء ليه وهو افضل وسط ملعب في الفتره الاخيره وما اتصابش واساسي مع النادي الزمالك؟ تساؤلات ما ينفعش. يعني بصراحه كل كلمه بتقولها مناقضه للواقع والحقيقه. انا ما بجاملش لاعب على حساب مصر. طب كل المجاملات دي اللي انت عملتها على حساب مين؟ يا ريتك تقول انا ما خدتوش عشان انا بجامل الاهلي، كان افضل. لكن اللي انت بتقوله عكس الواقع تماما، والحقيقه ان احنا مش هنتقدم بالطريقه دي وبالكلام ده. واوعى تفرح بماتش نيوزيلندا. نيوزيلندا فريق ضعيف، لسه هتقابل كرواتيا ولسه تصفيات كاس عالم وهتقابل فرق كبيره. بمجاملاتك دي انت مش هتضيع لوحدك، انت هتضيع كمان منتخب مصر. انت بتجامل ناس على حساب منتخب مصر يا حسام يا حسن.